السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نشيواتهم زيتين رايحين نديرو مع بعض خبز التاكوس بطريقة شوية مختلفة. ان شاء الله يا ربي تعجبكم. نشوفوا المقادير. عندنا هنايا عندي هنايا 600 غرام تاع فرينة. انتي شحال تحبي ديري. عندنا ملح، ماء بارد نورمال عادي، مغرف زيت ومغرف خل. نبداو بسم الله. نديرو المغرف تاع الخل بيعاوننا شويه في العجين. نزيدو المغرف تاع الزيت، الملح، ونلموه بالماء دافي، بالماء تاع الروبينيس. نبداو بسم الله. العجينه تكون شويه قاصحه، تكونش جاريه كما نقولوا حنايا. باش كي نجو نحلوها بالحلال تنحل. نلم العجينه انايا، ندلكها واحد شويه، بعد 4 دقائق ولا 5 دقائق، ومن بعد نرجعو. من جهه اخرى درنا هنايا البصل، حبه بصله البال، نقلوها. راكم تشوفوا فوالا. كي تقلات لنا البصل مليح نزيدو لها الفيونداج. الا عندك دجاج ديري دجاج، الا عندك كيما تبغي، ماشي شرط فيونداج. فوالا. ندير فوقو 2 سنين الثوم، وندير التوابل. ندير شويه ملح، شويه صلصه، وشويه راس الحان، شويه عسل لسان، ونخليه يتقلى مليح حتى يذبل لنا كاع البصل ويتقلى مليح. هنا واش درت؟ هنا خدمت الجب، درت كاس حليب لحظه بودره، كاس حليب كيما نقولوا حنايا تاع البودره، بصح درتو في الماء، ماهوش تاع شكاير، حليب تاع بودره درت فيه الماء، ودرت مغرف نشا. دوك نزيدو شويه الفرماج اللي صنعناه، الرابو الفرماج اللي صنعناه هنايا بيذوب لنا هنايا، ونزيدو شويه شيدر. هذا في بلاصه بورسيون. اذا ما عندكش هذا، ما خصناتيش هذا، ديري بورسيون عادي. فوالا. هذا غنخلطو هنايا، نخلوه يذوب لنا مليح. قلنا هذا في بلاصه البورسيون. نزيدو شويه شيدر، ماشي بزاف. ديرو شويه شيدر. قلنا لك الكريمه خدمناها بكاس حليب،
كاش عندي تاشطير، درت بودره، روّنت كاس حليب بودره، ودرت مغرف مايزينا. هذا ما كان. دروك هذا ما ديروش فيه الملح، علاه؟ باسكو الفرامج راهم مالحين. درنا الملح في اللي صنعناه، وشي دخلاني شويه كيما نقولك مالح، ما نديروش كاع الملح، نخلوها حتى تذوب لنا ومن بعد نرجعوا ان شاء الله. بعد اللي درت الكرات انا كيما راكم تشوفوا، كرات صغار، نجبد انايا خليتهم ارتاحوا واحد الساعه هكاك، نجبد 4 كرات. شوفوا كيفاش نخدموهم، طريقه سهله مي صعيبه. عندي هنايا مايزينا، نديروهم هنايا في المايزينا. هنا فيطو عليه نخدمو نطيبو غير بالوحده، هنا نطيبو بالربعه، تجيك حاجه سهله. ها نحلو كل وحده نحلوها. بعد اللي حليت هذو الربعه نبداو نديرو الزيت كي شغل انا نخدمو في الديور تاع الطبقات. هذا ماك نديروهم هكا، نديرو شويه زيت، نزيدو نشا، نزيدو الطبقه وقتها، نديرو الزيت ثاني، فوالا. نزيدو النشا، نزيدو الطبقه الثالثه، فوالا. فوقانيه ما نديروهاش، نديرو الطبقه هذه من الفوق. نبداو مع الجناب كما راكم تشوفوا، ان شاء الله تكون الصوره واضحه. فوالا هكا نبداو بهذا الرولو، نجبدو قبل الجناب، فوالا، باش يطيحوا كيف هي طريقه كيما تاع الديور. شتا هو لازم كيما نقولوا حنايا ما نبسطوهمش بزاف رقاق حتى كيما الديور شفافين، لا شويه نبسطوهم غير شويه. دوك تشوفوا نجيب هذا الرولو شويه عاوني، فوالا. دوك تشوفوا هذا كيما نقولوا خبز ماهوش ديول، نديروهم شويه خشان، فوالا. في بلاصه اللي نضلو نطيبو بالحبه نطيبو بالربعه، فوالا. نجوزو دوك نطيبوها. طاجين لحمه ونديروها الطيب عادي، طيب لنا كيما الديور، طريقه اختها. شهوه قلت لك لازم ما تحليش العجينه قوي، معناتها باش ما يجوناش رقاق كيما الديور. هذا ماك حاجه سهله. نخلوها حتى تبدا تطلع، حتى تبدا تطلع لنا منا كما راكم تشوفوا. ويضربها نقلبوها، بدات تدخلها الطياب. فوالا حتى تبدا تنقلع وحدها، فوالا. هذه ديروها بالربعه، 2 دقائق تكملي الخبز تاعك، فوالا. كيما راكم تشوفوا قلبوه، بدا يتنفخ، بدا كيما نقولوا حنايا يتسيباراو كل الطبقات.
هاي الطبقة الاولى راحت. فوالا الطبقة الاولى كي تنحيها نزيدو خلوها طيب ثاني. دوك تشوفوا كيفاش نطيبوها. هذه نطيبوها هنايا شويه وحدها. فوالا نزيدو نقلعو طلبه واحده اخرى ثاني. فوالا هذا يجي كثر خفيف كثر. ومن بعد نزيدو نطيبوه. نديروها هنايا نزيدو طبقه واحده اخرى ثاني نحلوها من هذاك العجينه كيما راكم تشوفوا. نزيدو نطيبوها ثاني شويه ماشي بزاف. هاي العجينه هاي تنحل وحدها. ها كيما راكم تشوفوها تنقلع وحدها. نديرو هذيك الطبقه ثاني زيت شويه طيب كيما نقولوا حنايا زيت تحمر لنا غير شويه. ونغطوها ونديروها في بابي ونخلوها هنايا. قلتلك بابي استغفر الله تليقه قماش نقي ونخلوه هنايا باش ما يتقرقش الناش. فوالا نزيدو واحده اخرى ثاني طيبوها غير شويه تشم النار كيما نقولوا حنايا. هذا مكان شو نطيبوها هي اصلا ماهيش خشينه بزاف. وثاني من بعد نزيدو نطيبوها نزيدو نحمروها ثاني كي نعمروها نزيدو نحمروها. حاجه سهله هذه ماهيش صعيبه. اي اخت ديرها. فوالا نقول حنايا هذا ما بين العيش السوري و الخبز السوري ولا كيف يقولوا له. تنجبي ديري خبز سوري ثاني عادي. فوالا نزيدو الاخيره ثاني نخلوها شويه تحمر. هذا مكان نكمل انايا دوك الحبات اللي بقاولي ومن بعد نجوزو ان شاء الله نشوفوهم كيما نعمرو. من بعد اللي داب لنا داك الفرماج نزيدو شويه مايونيز فيها. الا بغيتي ما تزيديش ما تزيديش غير باش تجري لنا شويه الفرماج تاعنا. هذا ماكان دروك نبداو. عندي هذا الجبن اللي صنعته. عندي البطاطا قليتها ذوينه فريت. وعندي ذاك اللحم اللي طيبته الساعه خليته برد حتى برد لنا كاع. دروك نبداو ان شاء الله في الصنعه. ها وين الخبز تاعنا من بعد اللي نحيناه نحيته كاع كيما نقولوا هنايا فرقته. نبداو بسم الله نبداو نعمرو. هاي عندي حبه تاع نبداو نديرو داك الفرماج. اخت اللي عندها الفرماج اللي عندها الدير مايونيز مع كاتشوب دير كيما تبغي. اللي عندها في الدار تسلك راسها برك. انا ما كان نديرو لو فيونداشي. فوالا نديرو فيونداشي ونزيدو البطاطا فوق. هذا الطاكوس تاع كيما نقولوا تاع القلاليل. شويه فيونطاشي شويه. هي نورمالمون بالدجاج الاخت الكريمه الا عندها دير عادي نقفلوه. فوالا نزيدو هذه من هنا نتقموه مليح. فوالا ونديروه فوق النار يطيب. بدلت انايا الطاجين على جال هذو كيما نقولوا احنا هذا الشام اللي فيه. نديرو الخبز تاعنا الطيب لنا عادي. فوالا ندركو عليها بهذه تاع الفطيره تاع الحرشه. ندركو عليها هكا باش تدي داك الرشام اللي تحت.
حاجه سهله بسيطه، ما فيها حتى كاع. الا ما عندكش هذه بالفرشيطه هكا ودرك كاع. الا ما عندكش هذا الطاجين ديري في الطاجين اللي طيبنا فيه الساع كيف ثاني، ماشي شرط. انا كان عندي هذا قديم، كان عندي قديم نستعمله عادي. فوالا واش ها الدرشة نتاعو. عفوا قبل ما ندورها نديرلها شويه صحه غير بالزيت باش تحمر ليه. زيدو ثاني هذا هو الطاكوس. انا ما نقولش طاكوس، درت الطريقه تاع الطاكوس والخبز واحد اخر. انا ما نقولش طاكوس. الاخت كريمه كيفاش تبغي تسميه الطريقه برك تختلف. هذا ما كان تمر كيما هو كيما الطاكوس. الخبز ماشي كيف شفتوني كيفاش خدمتو. نظن هذيك طريقه سهله. فوالا نقلبوها خير. راني منقصه على النار ثاني، نزيد شويه النار باش يحمر لنا ليه. فوالا مازالت النار ما قواتش. ها طابلنا حمارنا. ها طابلنا المملحات تاعنا طابلنا. نقلعو هنايا ونطيب اللي بقاو لي ان شاء الله، ومن بعد نشوفوهم في طبق التقديم. هذوما المملحات تاعنا ولا الطاكوس ولا كيما بغيتو تسموهم. المهم العجينه شفتوني كيفاش خدمتها، ماهيش كيما عجينه الطاكوس. وشفتوا الطعمه كيفاش عمرتو، قلت لكم كيما تبغوا عمروا باش بغيتو عمروا. بغيتو دجاج فيونداشي كيما بغيتو. هذا هو. انا وريت لكم طريقه العجينه برك كيفاش ديروا تخدموها. خفيفه سهله وبسيطه، وان شاء الله تيوها وتجربوها تنجحوا فيها ان شاء الله. والى الملتقى ان شاء الله مع شيوات اخرى.